السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم بقى فيديو بقى بقية الروتين بتاعنا الجميل، فيديو قوي كده، وفي برضو هنعمل اكل كده مع بعض. بس تابعوا معايا الفيديو بقى لغاية اخره. قبل بقى ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونستغفر كتير كده ونسمي بسم الله، ويلا بينا على الفيديو. طبعا ما تنسيش بقى لو انت اول مرة جديدة على القناة تشتركي بقى في القناة كده وتدوسي بقى اللايك الجميل على الفيديو ده، عشان عايزة اتشجع بقى كده. بجد انا تعبت في الفيديو ده جدا، وتعبت مع بال ما صورت لكم ومنتجته وكل حاجة يعني. تمام، الحاجات الكتير بقى اللي خلف الكواليس دي. ف يا رب كده تقدروا تعبي، وتقدروا اللي انا يعني بتعب شويه، خصوصا ان انا معايا اطفال صغيره وكده. ونفسي ان شاء الله القناه دي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. وعايزين بقى نعمل روتينات بقى وحاجات تانية اجمد من كده، وخروجات بقى وحاجات من دي، جاي بقى العيد وفلوجات بقى وحاجات من دي. فان شاء الله هنزل لكم كل الكلام ده، بس عايزين بقى لايكات كتير كده وتشجيع كده كتير من نار، عشان خاطر بقى ايه، تلاقوا حاجات تانية احسن واحسن، وان شاء الله حاجه كده تليق بيكم. تمام كده، يلا بقى انا عارفه ان انا رغايه وبنرغي كتير، بس بصراحه انتوا وحشتوني. واعذروني بقى لو انا ما نزلتش فيديو كده امبارح، عشان يعني كان ورايا شويه حاجات كده بخلصها، فكنت برضو مطحونه في حاجات تانية. فمعلش بقى، سامحوني بقى لو اتاخرت عليكم. بس طبعا برضو قلة التفاعل على القناة مخلياني اللي انا مكسلة شوية على موضوع الفيديو. بعد ما كنت لسه فاتحاها يعني وبنزل يوميا فيديو كده. ف يلا بقى شدوا حيلكم معايا، وقولوا بقى لحبايبكم واصحابكم وكل اللي عنده يعني بص، اي حد عندكم كده قولوا له على القناه وشيروها. وعايزين القناه كده تكبر، عشان ايه يعني؟ يبقى في اكبر عدد من المشاهدات كده تيجي، فنستفيد من بعضنا. يعني هم يستفادوا مني من الحاجات اللي انا بعملها، وبرضو انا استفيد منكم اللي انتوا موجودين في حياتي. وده شرف ليا، وانا نفسي اللي يبقى عندي عيله كبيره كده بتحبني. آه، ويلا بقى عشان كفايه كده بقى. خلاص، يلا بقى ندخل في صلب الموضوع بقى. هنا انا كنت بعمل الجزامه. طبعا انا هشد الجزامه دلوقتي وهنضف من وراها. انا الجزامه دي انا ما بعملهاش الا كل فتره بصراحه، عشان خاطر تقيله وبتزقي معايا بصعوبه، خصوصا اللي انا حاطه فيها احذيه كتير وكده. ف يعني انتوا عارفين يعني الحاجه لما الخشب بالذات لما بيتزقي كده او بتزقي كده او بتجريه، وهو في قلبه حاجات ممكن اللي هو يفصل من بعضه. فانا يعني داعي للحاجات دي كلها، واللي انا يعني مش بحب المخاطره والكلام ده. فيعني بعملها كده كل فترة، وهي كده كده محطوطة منها للأرض يعني. بيدخل من وراها كده لو حاجة بسيطة، لأن في فرق كده صغير عشان العمود اللي موجود، ففي فرق صغير، فبيدخل زي ما انتوا شايفين كده. يعني ترابة ناعمة كده بسيطة. وانا نضفت الحيطه كويس، يعني لو عليها شويه تراب ولا حاجه. وبكنس بقى كده، وكنست الوزره كده كلها بتاعت اللي هي اللي بتبقى على جنب دي، اللي بتبقى معموله عشان يعني لو مسحتيه ولا كده الميه ما تاثرش على الحيطه. فكنستها كده معايا، كان برضو عليها شويه تراب كده فكنستها كده. خلاص انا زقت اهي وكنست كله بقى. هلم بقى التراب، وانا بقى بلم كده يعني، انا لميت كده على جنب. هشوفوا دلوقتي الكارثه اللي حصلت، بس الحمد لله قدر الله مش افعل يعني. انا بحمد ربنا اللي يعني هو في حاجات كتير بتحصل بقى لي فتره يعني كبيره. الحاجة بتبوظ والحاجة بتتكسر، وحاجات غالية يا جماعة، والله حاجات غالية جدا. وحاجات برضو في المطبخ كتير بتتكسر مني غالية جدا. فيعني الحاجة انتوا عارفين الحاجة غالية. الحاجة عامة سعرها غالي وسعرها ارتفع. ده غير اللي انا كنت جايباها غالية في ايام جوازي، ودلوقتي بقى بقت الاضعاف مش الضعف، بقت الاضعاف. فطبعا الواحد يعني الحاجة لما بتيجي يعني بتبقى صعب شوية لما بتجيبي غيرها يعني، بصراحة يعني. ف خصوصا يعني في الحاجات اللي طالعه اليومين دول، في حاجات ماركات ملهاش لازمه وكده. فيعني اللي جاب حاجه جابها وخلاص. فكنت بقى ايه، يعني بصراحه زعلت. بزعل على الحاجه اللي بتبوظ، بس برجع افتكر كده اللي يعني الحمد لله اللي هي الحاجات دي ممكن تكون فادت. يعني فادتنا كده، فادت حد من بناتي. فادتني، فادت جوزي كده يعني، حد فينا. فالحمد لله وقدر الله مش هفعل. واي حاجه ربنا بيجيبها كويسه، يعني اي حاجه ربنا بيديها لنا كويسه. والحمد لله اللي هي بتيجي في الحاجات دي. يعني الحاجات دي سهله وبسيطه. يعني اكيد ربنا هيعوضني بالاحسن منها. بس يعني
لا قدر الله لو جت في حد يعني عزيز عليكي او في اقرب حد ليكي او حتى لو بعيد، برضو بتزعلي، لان يعني الحاجات دي بتتعوض، انما البني ادم عمره ما بيتعوض، ولا ولا يعني الصحة ما بتتعوضش. فالحمد لله اللي هي بتيجي في الحاجات دي وما بتجيش في صحتنا. هنا بقى كنت جبت بقى المساحة كده، وقلت بقى همسح بقى، كنست وخلصت، وقلت بقى همسح بقى الحيطة. بصوا بقى اوريكم دلوقتي، انا هنا مسحت الحته دي، ما كنت بمسح هنا ساعتها البرواز. هنا في الجزء ده هو مش باين قوي، هنا في فوق الجزامه في برواز وفي ساعه، تمام. الساعه اللي انتوا شايفينها المدوره دي، اما البرواز على العمود، العمود اللي قدامكم ده، طبعا هي البرواز مش باين. فالبرواز ده بتاع جوازي يعني، تش على طول، شايفين بقى يا جماعه. فالحمد لله اللي هو ما وقعش عليا وحصل لي حاجه ولا كده، لان هو طبعا ازاز. وده جوازي بتاع يوم الفرح، بتاع صورتي يعني وانا متجوزه وكده. فبقاله يعني دلوقتي انا متجوزه بقالي حوالي 4 سنين، فيعني بقاله 4 سنين متعلق وبمسحه على طول وما بيحصلوش حاجه. فهو بقى النصيب بقى يعني بصراحه، هو النصيب. آه وقع بصراحه، انا زعلت عليه جامد، لان الصوره دي انا بحبها، بحب البرواز ده، بس الحمد لله. فوقع بقى، لميت الازاز بقى، رجعت طبعا كنست تاني وقعدت بقى هنا الم بقى الازاز. طبعا انا بنتي جت في الوقت ده الصغيره كانت موجوده، فكنت خايفه عليها احسن حاجه تدخل في رجليها لا قدر الله ولا كده. فقعدت بقى الم بقى الحاجه، الم بقى الازاز اللي في الارض وكده. وبعد كده اما لميت بقى وكنست، وديت بقى الحاجه بقى يعني، رميت بقى الازاز والحاجات والفضلات اللي كانت واقعه دي. ورجعت بقى كملت عادي خالص. طب هعمل ايه؟ فالحمد لله يعني. خلاص بقى هكنس كده وهبتدي امسح ورا الجزامه، لاني طبعا انا هرجعها، فلازم امسح مكانها بقى تبقى كده اتكنست واتمسحت على نظافه كده. رجعت بقى مسحت هنا الحيطه كده تاني، ومكان بقى ما البرواز كان محطوط وجنب الحيطه كده من ناحيه الركنه، وكل ده بقى يعني مسحته كله بقى عشان بلمع بس. يعني هو عامة الحيطان ما عليهاش حاجة، ممكن يبقى عليها يعني شوية تراب صغيرين خالص، اللي هو التراب بتاع الجو ده. فقلت بقى يعني يعتبر كده بدي تلميعة كده خفيفة للحيطة، يعني انتي مش بتحكي فاهمة، يعني لو في بقعة ولا حاجة دي مش هتطلع لك البقعة، هي بتنضف لك الحيطة، بتلمعها لك بس لو في اتربة او حاجة. انما لو بقعة بتجيبي بقى شوية كوريكس الوان كده بحتة كده بقماشة، او بالسبونشة اللي هي الناعمة دي، عارفينها مش السلك، السبونشة عشان ما تجرحش معاكي، وتدعكيها كده او تفركيها، او بقماشة كده خشنة تفركيها هتلاقيها ظبطت معاكي. هنا بقى رجعت الجزامة، رجعت كل حاجة مكانها بقى، ومسحت كل الحاجة اللي على الجزامة دي زي ما شفتوا. والراوتر بقى حطيته كده. الراوتر ده انا من غيره مش عارفة هعمل ايه بصراحة يعني. حاجة كده غالية على قلبي زي عيالي بالظبط. لا طبعا مش حاجة أغلى من عيالي، بس يعني أنا قصدي يعني عايزة أحسسكم بقد إيه قيمته في البيت. أول ما الباقة بتخلص ويبتدي النت يفصل، بقول لجوزي لا أنا عايزة النت ماليش دعوة، وأفضل أزن عليه عشان خاطر يعمله لنا. فربنا يبارك له، هو بصراحة ما بيتأخرش وبيعمله لنا على طول. جيت هنا بقى عند الركنة، آه قلت بقى اعمل ايه. طبعا انا عملت الجزء ده وكملته، بس يعني ايه التليفون فصل بقى في المقطع، بعد المقطع ده على طول، فما لحقتش بقى اصور لكم. فقلت بقى ايه، قلت خلاص يعني انا مش لسه هستنى بقى التليفون يشحن وبتاع، وعايزه اخلص. وطبعا الاذان يعني كان اذن وكده، فكنت عايزه يعني في الحته دي انا هخلص الحته دي وهلاقي الاذان اذن، فكنت عايزه انزل بقى واخلص عشان خاطر ايه يعني افطر وكده. طبعا انتوا عارفين ان انا بفطر لوحدي يعني انا وعيالي وكده. فقلت بقى انزل افطر كده لقمه ومع بناتي وكده، نشجع بعضنا يعني، وعشان خاطر برضو البنات ياكلوا. فهنا بقى كنت انا شلت بقى، انا بحط كده على يعني اي سقف حاجه انا بحط عليها مشمع، يعني مثلا ايه، بحط عليها مشمع، او ممكن احط عليها يعني فرشه كده، فرشه زي نظام قطعه قماش كده، وبحطها نضيفه كده، وبحطها وبفرشها. ليه بقى؟ اي تراب او اي حاجه بقوم لماها وغسلها على طول او مغيراها.
وهكذا. تمام. يعني بدل ايه يعني بدل ما الخشب ذات نفسه يتبهدل ويتعفر، لا انا بحب اعمل الحركه دي ومتعوداها بصراحه من والدتي. فانا كنت هنا بكنس كده برضو، يعني لميت البتاع، وكان هنا فيه شويه تراب صغيرين خالص. يعني شفتوا بقى، يعني التراب بيخش من تحت المشمع او من تحت القماشه، بس بيبقى حاجه بسيطه. غير لما انت تكوني حاطه كده الحاجه، او تحطي فازه او تحطي برواز زي ما كنت حاطه، او تحطي اي حاجه فوق، او ما تحطيش خالص وتسيبيه على كده على الخشب، فطبعا بيبتدي يلم معاكي كميه تراب رهيبه، فبيتعبك في التنظيف. فاسهل حاجه اللي انت يا اما تحطي قطعه قماش تفرديها، يا اما كده كده ما بتبقاش باينه اي لون بقى مش هتفرق، او يا اما حطي مشمع كده يكون على قد عندك الدولاب، على قد النيش، على قد اي حاجه. انا بحب احط فوق كده برضو عند المطبخ جوه برضو الالمونتال، بعمل فيه برضو نفس الحوار، فبيسهل معايا كتير. خلصت هنا، وطبعا كنت كملت باقي التنظيف بقى مع نفسي كده، الشباك برضو والركنه وكله، فرشت الدنيا ومسحت الدنيا ومسحت الارض، واللي فرشت الركنه شلت الغيار اللي عليها وفرشته وكده. وجيت بقى طبعا هنا المقطع ده، ده مقطع في يوم لوحده، بس قلت ان انا احط لكم المقطعين مع بعض، عشان طبعا المقطع بتاع التنظيف ده جزء من باقي من الريسبشن، فكان صغير، فقلت احط لكم المقطع ده. كنت عامله قبليها بيوم فراخ. المقطع ده انا كنت ناويه انزله لكم في اليوم ده، بس ما لحقتش بقى، لان ايه كنت تعبانه شويه، وكنت برضو ورايا شويه حاجات، فما لحقتش انزل لكم بصراحه. فكنت عامله بقى في اليوم ده بقى ايه، فضلة خيركم كده. كنت عامله بقى صينيه، بس يا روزي، بس يا ماما، كنت عامله بقى فضلة خيركم كده صينيه بطاطس بالوراك زي ما انتم شايفين كده. يعني هما 3 وراك كبار، فقسمتهم كده على يعني على قدنا. وعلى فكره الاكل ده فضل تاني يوم كلت منه عادي، يعني صينيه البطاطس دي كلت فيها 3 ايام يعني بصراحه. فهي ما شاء الله كتيره علينا، خصوصا اللي انا اللي باكل منها، انا بس لوحدي، وجوزي كان بيجي ياكل كده لقمه ويمشي، يعني بيكون جاي على بعد الفطار بكتير، فممكن ما ياكلش وممكن يتسحر على طول كده يعني، فده الطبيعي في الفتره دي. فانا فعملت الصينيه، فلقيتها رمت معايا، برغم ان انا كنت بقطع هنا في البوله دي البطاطس، قشرتها كده وقطعتها. طبعا بقى انا هعملها صينيه، فقطعتها كده زي تقطيعه الصينيه. فقلت فقلت ايه ده حاساها اللي هي قليله البطاطس، فزود تاني، رحت جبت بطاطسيتين تاني وزودت وازود. المهم ايه، جيت عملت الصينيه يا جماعه، هتشوفوا دلوقتي معايا، لقيتها كتيره. فقلت لا، ده كده انا بحب اخلي الصينيه كده تاخد راحتها. فجبت بقى الصينيه اللي هي دي المتوسطه دي، هي دي اللي انا بقول لكم عليها. طبعا فرشت كده الفرشه بتاعتنا بتاعت البطاطس. شوفوا بقى انا سريعه ازاي، البصل على طول اتفرم على طول. فرمت البصل، وبصلتين كده كبار حلوين، حطيت كده البصل، وحطيت عليه فلفل اسمر وكمون، كل حاجه معلقه صغيره، والملح، وحطيت بصل بودر وتوم بودر. عايزه تحطي شويه بابريكا حطي، عايزه تحطي هنا حطيت شويه شطه صغيرين. على فكره كتر الشطه بتبقى حلوه في الوصفه دي، بس انا بحب احط حاجه بسيطه عشان الاطفال وكده. هنا ده خلطه البطاطس بقى اللي هي الماجي، جميله برضو تحفه، بتدي كده يعني طعم حلو كده يعني دي التركايه بقى اللي ممكن محدش كتير بيعملها. تمام. اللي هي خلطه البطاطس دي. وبحط بقى الشطه وبحط ورقه ماجي، وبس، وبقلبهم كده في بعضهم. وجيت هنا بقى، كنت انا هنا غاسله الفراخ زي ما انتم ما شفتوا، ونقعتها نقعتها كده بليمون وملح، و سبتها كده، وطبعا وخل، وسبتها كده شويه. وبعد كده كنت غسلتها بقى هنا وشطفتها شطفه. وجيت بقى هنا قلت كده ايه قبل ما احطها، انا غسلتها كده من تحت الجلد كده. ليه بقى الفتحات دي؟ عشان خاطر ايه تشرب كده من التتبيله، لان انا بعملها ني في ني، انا مش بسلق الفراخ واحطها. عايزه اقول لكم بتبقى تحفه، جربوا تعملوها ني في ني تحفه. انا اساسا يعني بطلت ان انا اعمل الاكل اللي هي يعني الفاصوليا، اللوبيا، الحاجات دي كلها، الطبيخ عامه، بقيت بعمله ني في ني. حتى صينيه السمك هبقى اعملها معاكم في مره، برضو بعملها ني في ني، بتبقى تحفه وما بتاخدش معاكي وقت كتير. بتنجز في الوقت، بتسعفك.
بتطلع جميله وبتشرفك في اي عزومه. تمام. فهنا بقى كنت انا خلاص تبلت كده حطيت طبعا التوابل على بطاطس وتبلتها كده، يعني فضلت كده ايه اقلبهم في بعض كده. طبعا انا بشتغل بايدي، انا ايدي نظيفه. انت عايزه بقى تشتغلي بجلافز انت براحتك يعني، بس انا ما بحبش موضوع الجلافز ده. آه هنا بقى كنت انا ايه خلاص تبلت كده البطاطس، وتبلت بقى الفراخ برضو مع البطاطس كده مع التوابل اللي فيها بالبصل بالتوابل بتاعتها. وجيت بقى ايه حطيت هنا معلقتين كده صلصه، اللي هي العلب دي اختياري، انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه خلاص. هو بصراحه الطماطم بتاعتي كانت حمرا، بس انا بحب احط التركايه دي، يعني بحب احط كده معلقه صلصه كده او معلقتين من الصلصه المعلبه. بتدي طعم حلو وبتخلي كده الطماطم تبقى حمراء اكتر، وانا بحبها متسبكه وحمراء اكتر. تمام. جيت هنا بقى جيت احط كده كنت ضاربه بقى شفشق كده خلاط محترم. فجيت حطيت الطماطم كده اللي انا ضربها، لقيت الموضوع كده صعب يعني. طب هي هتاخد وتدي ازاي على النار كده؟ ما لازم تبقى اخضر براحتها. فكل ما بنزل بالعصير الطماطم اللي في قلب الشفشق على الصينيه بلاقيه مفيش نفس، يعني هتنزل هتخر. فقلت لا خلاص بقى انا هجيب صينيه تانية اكبر، عشان الوصفه دي عايزه اللي هي تاخد براحتها كده في قلب صينيه محترمه كده، تبقى يعني ايه تبقى اكبر من كميه الحاجه اللي فيها. يعني دايما اعملي الحاجه حطيها في صينيه اكبر من الحاجه اللي هتعمليها فيها. او حتى لو حله، لو هتعملي شويه رز، يعني حاولي الحله تبقى كبيره شويه عشان خاطر الرز ياخد سواه براحته، ويبقى واخد راحته في قلب الحله، ما يبقاش مكبوس ويطلع معجن منك. هنا بقى كنت انا خلاص نقلتها في صينيه تانية كده، جبت صينيه المونيا، لان الصواني الجرانيت او والصواني اللي هي اللي عندي اللي هي السيراميك دي مش يعني ده اكبر حجم فيها اللي انتوا شفتوه. فجبت بقى ايه قلت لا هجيب بقى استعمل بقى الصواني الالومنيا دي، تحفه بصراحه، حلوه كده وتقيله وجميله، وبتنفع بقى يعني في العزومات وكده، بتشيل كميات كتير. انتوا عارفين الحاجات الالومنيا بتشيل بقى كتير لو في عزومه لو كده. جيت بقى حطيت بقى، والصراحه اتصدمت اللي انا يعني عملت كميه كتيره ومفيش حد هياكل الا انا يعني، واولادي يعني بياكلوا حاجات بسيطه جدا يعني ما تذكرش. فقلت بقى خلاص يعني مش مشكله، هتقعد بقى يومين ثلاثه حلوين كده اشتري دماغي من الاكل. فهنا بقى كنت انا هنا بقى حطيت مكعبين زبده كده، وهنزل بقى بشويه زيت كده، نزلت طبعا بشويه زيت محترمين من على الوش كده. وابتديت بقى اللي انا سبتها بقى طبعا تاخد براحتها كده على النار، فتحت كده فتحه بسيطه، يعني ما تقفلهاش قوي عشان ما تبهدلش الدنيا وتبهدل لك البوتاجاز، لازم تسيبي لها حاجه بسيطه كده عشان البخار برضو يطلع حاجه بسيطه. وهنا بقى كانت خلاص فتحت عليها استوت تحفه يا جماعه. انا بوريكم اللي هي مستويه كده، بصوا دايبه اللحمه كده دايبه. هتقولي لي بقى لا ده ما بتستويش، لا بتستوي وزي الفل، حتى البطاطس كانت بتدوب كده، والفراخ كانت دايبه. وخلاص بقى انا خلصتها. انا طبعا بسويها من فوق، ممكن تسويها في الفرن عادي، بس انا بحب اسويها من فوق عشان تبقى قدام عيني يعني. فخلصتها وطبعا حطيتها بقى تحت، شغلت الفرن، شغلت الشوايه وحطيتها تحت الشوايه بقى تاخد وش حلو كده. وجيت هنا بقى اعمل الرز بتاعنا. قلت بقى يعني كفايه انا عملت رز كتير بشعريه، نغير بقى المره دي قلت هعمل رز بقى حبه وحبه، عشان انا ممكن اعمل الرز اللي هو الابيض ده، انا بحبه بصراحه ومتعوده عليه من قبل ما اتجوز. بس عندي اولادي بناتي يعني وجوزي ما بيحبوش قوي اللي هو الرز الابيض ده، فبعمل لهم يا اما حبه وحبه يا اما رز بشعريه. فقلت بقى هنا ايه كنت انا هنا ببص بقى عليها سبتها كده على الشوايه، باخد بالي لان انا عندي يعني ما شاء الله ال النار حاميه عندي في الفرن، فممكن تبوظ الحاجه يعني. فلازم اخد بالي كده منها كل شويه. وهنا كنت بحمر كده، نزلت ايه يعني بربع الكميه بتاعت الرز وممكن بنصها، بتبقى جميله قوي لما الحبه الصفرا دي بتبقى زياده عن الرز الابيض. فنزلت بقى بيها، نزلت بيها كده وشوحت الاتنين مع بعض. وابتديت اللي انا ايه اللي انا اقلبهم كده كويس عشان ايه يعني. يعني طبعا قبل ما انزل بالجزء التاني من الرز انا قعدت احمر كده في الرز ده كتير، لغايه اما الحبايه كده تبتدي تصفر معاكي، تدي اللون الذهبي كده الحلو، او اغمق سنه من الذهبي، لان انت لما تيجي تسقي الرز هيبتدي يفتحي معاكي، كل ما بيستوي الرزايه بترجع تفتحي معاكي يعني درجه.
ما هي اللون، يعني على اللون اللي عليها. يعني مثلا لو هي بني شويه كده هتبتدي تفتح معاكي، تبقى يعني ما تخافيش عليها اللي هي مثلا اتحرقت منك، لا، بتفتحي شويه، بتبقى لونها كده ذهبي وبتبقى حلوه. هنا بقى كنت انا شلتها، رفعت الحله من على النار لان الحله سخنت جامد، وانا كنت خايفه احسن تحرق الرز يعني اللي موجود. فقلت مع بالي يعني ما اجيب الرز التاني. جبت الرز التاني بقى، كنت غسلاه كده ومصفياه، ورحت دلقته كده عليه، وهبتدي بقى اشوحهم هما الاتنين مع بعض كده. يعني شويه حلوين، عشان خاطر لو في ميه ولا حاجه زياده من الرز اللي مغسول، يعني ايه، تنشف كده او تتشرب كده، ويبقى الرز كده بيخروش كده في الحله. وهبتدي بقى ايه، اقلبها كده حلو، تقلبتين حلوين، وهبتدي انزل عليها بقى بواحده كده ماجي اللي هي الفوريه دي، وهنزل عليها بالمقدار، يعني يعني بالمعيار بقى بتاعك اللي هو الملح وكده. يعني شوفي انت بقى على حسب الرغبه. وهبتدي بقى اشوحهم كده مع بعض حلو كده تاني، اللي هو عشان خاطر بس الماجي ما تبقاش متكتله كده في مكان، فتيجي تاكلي الرز تحسي اللي انت بتاكلي حاجه حادقه. تمام. فخلاص بقى قلبتها كده تقليبه، ورحت نازله عليه بمعيار الميه. انت ممكن تنزلي بميه من الحنفيه او بميه من الكتل زي ما انت ما عايزه. انا واخده على كده وواخده على كده عادي، يعني ممكن اعمل كده وكده. بس لو انت عايزه تنجزي اعملي ميه من الكتل، وبيبقى افضل عشان خاطر يعني ايه، ما يعجنش معاكي يعني وكده. فكده بنزل بقى بشوف معيار الميه، يعني بحط حبه بحبه كده عشان ما ايه، يعني اشوف محتاج كده. وبقلب كده تقليبه، نص تقليبه كده، عشان خاطر الرز بس يتساوى كده، ويبتدي الميه تعلى على وش الرز. فابتدي اشوف مقدار الميه يعني مظبوط ولا لا. هنا كنت انا كنت هنا بدوق الرز. ما تستغربوش انا عامله الرز بعد الفطار. كنت فطرت على عصير يعني وميه وكده، وكنت هنا عامله الرز بعد الفطار، لان زي ما قلت لكم انا بفطر لوحدي. وكنت ساعتها كنت بعمل حاجات، وكنت بصور وكده، وبروق في الشقه وكده. فطبعا عملت بقى يعني ممكن عادي يعني بتحصل يعني، اعمل بقيه الاكل او احضره يكون الاذان ادن عليه عادي. المهم هنا كنت بقلب بقى تقلبتين كده في الرز، وسويته كده. طبعا كان خلاص اتشرب، عليت عليه النار اتشرب، وبعد كده رحت ايه، فتحت عليه الغطا، قلبته تقلبتين كده، ورحت سويته كده وقفلت عليه، مش هفتحه تاني بقى خلاص. يعني هي بتسيبيه لغايه ما يتشرب، تقلبيه تقليبه واحده وايه وخلاص كده. تمام. انا بوريكم الرز عامل ازاي واقفل عليه. مش هفتح. هو هنا تقريبا كان خلاص استوى. هنا بقى الصينيه بتاعتنا الجميله، الصينيه بتاعتنا الجميله دي اللي جايه بالمشقلوب ولا ايه مش عارفه. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، خدت اللون كده حلو. انا بحب اخليها اللون ده كده، تحس ان هي عامله زي المشويه كده. كانت طعمها تحفه يا جماعه. انا بعشق صينيه البطاطس، خصوصا من ايدي بصراحه يعني. ده مش مجامله ولا اي حاجه من دي، او عايزين تقولوا مجامله انتوا حرين، بس انا بجد بعشقها بطريقتي دي. وباكلها من ناس معينه برضو، يعني انا عامه الاكل كله في او في اكلات معينه كده يعني ما باكلهاش من اي حد، لان انا دقتها من ناس كتير بره وما كانتش بتعجبني. فانا لو اكل ما بيعجبنيش، لو هتغصب على نفسي لو عند حد يعني وكده مش عايزه احرجه، ممكن اكل حاجه بسيطه وخلاص. بس انما انا ما احرجش حد، فاهمين؟ وممكن لو حد قريب مني قوي ممكن اقول له مثلا لا دي محتاجه كذا، بس برضو ما اكسفوش. يعني كتر خير اي حد بيعمل حاجه لحد وبيوجب معاه وبيضايفه وفتح له بيته يعني. بصراحه انا مفيش الطبع ده. يلا بقى ما تنسيش تدوسي اللايك بتاعك الجميل، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.